حبيبي الغالي، إيش يعني لا إله إلا الله؟ يا زينها إذا تذوقتها الطعم بالقرآن. والله ألقيت المحاضرة جوني ناس قالوا عمرنا ما فكرنا لا إله إلا الله نقولها. طيب خلنا نشوف إيش قال الله عز وجل. قال الله ما قال قل لا إله إلا الله، إيش قال؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. إيش يعني أعلم أنه لا إله إلا الله؟ إحنا عارفينها. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إيش معنى لا إله إلا الله يا جماعة؟ هل معناها أنه لا خالق إلا الله؟ لا، غلط الإجابة. لا رازق إلا الله؟ غلط الإجابة. لا محيي إلا الله؟ لا معطي إلا الله. لو كان هذا معنى لا إله إلا الله تعرف كان أبو جهل في الفردوس الأعلى، كان أبو لهب في الفردوس الأعلى. تعال حبيبي الغالي واسمع الأسئلة اللي طرحها النبي عليه الصلاة والسلام والامتحان اللي طرحوا على أبو جهل عشان نفهم إيش معنى لا إله إلا الله. يقول الله عز وجل اسأل أبو جهل واسأل أبو لهب وجمعهم واطرح عليهم الاختبار التالي: قل لمن الأرض. أبو جهل يسمع وأبو لهب يسمع وعتبة وشيبة وصناديد قريش واقفة تسمع. قل لمن الأرض ومن فيها بالجبال والسهول والأنهار. تعال جاوب يا أبو جهل لمن هذه؟ سيقولون لله. كلهم يعترفون أن الأرض لله ومع ذلك ما هم فاهمين لا إله إلا الله. لا، شوف الآية اللي بعدها أكبر منها في السماء: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. جاوب يا أبو جهل: سيقولون لله. ومع ذلك ساقط في التوحيد في لا إله إلا الله. يا ربي اعترف أن الأرض لك وما فيها لك وكل الناس لك والجبال لك والسماوات لك وأنت رب العرش العظيم، وكل هذا لا إله إلا الله ما فهمها. شوف الآية اللي بعدها أكبر من اللي قبلها: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير إذا أراد أن يجيرك من أمر لو اجتمع الناس كلهم يصيبونك فيما يصيبونك ولا يجار عليه، وإذا أرادك والله ما يحميك أهل الأرض كلهم. جاوب يا عتبة وجاوب يا أبو لهب وجاوب يا أبو جهل: من اللي يملك كل شيء ويقدر على كل شيء وإذا أجارك ما أحد يصيبك؟ من هو؟ سيقولون لله في قراءة حفص، وفي قراءة الدوري عن أبي عمرو سيقولون الله. أجل يا جماعة إيش مشكلتهم مع لا إله إلا الله؟ ما دام أنه يعترف أنه كل شيء. خذ الآية اللي: قل من يرزقكم. آية جماعة أسئلة كثير في العقيدة. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ومع كل هالاعترافات يا ربي لم تقبل منهم لا إله إلا الله. ليش؟ مع كل هالاعترافات يقول الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يا ربي ما استكبروا، قالوا كل شيء لك. ليش يستكبرون؟ كل شيء الله عندهم، كل شيء الله، حتى إذا مسهم الضر: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون. ما عاد يتذكرون لا اللات ولا العزى ولا أحد. ضل من تدعون إلا إياه. ومع ذلك يقول أنه ما قبلت منه لا إله إلا الله. ليه؟ يقول: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يا رب وين مشكلتهم مع لا إله إلا الله؟ يمكن نلقى كثير من المسلمين اليوم طايح فيها. قال أنهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا. ما يبغانا ندعو له؟ احنا على عيننا وراسنا، هو المخالق وهو الرازق وهو المعطي وهو المسوي كل شيء، لكن ندعوه لوحده؟ لا. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.